بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي المتابعين على قناتي على اليوتيوب وعلى الصفحة، أهلا بكم. قصيدة الجاية دي قصيدة بعنوان مصر لا ولن تنكسر، ودي واحدة من 100 قصيدة كتبتها أنا كرجل مصري في حب مصر. يعني أنا كاتب 100 قصيدة في حب مصر، في حب هذا البلد، لأن أنا مصري. أنا مصري، جدي ال35 اللي ورا مصري. بالبحث والتحري لقيت إن جدي رقم 40 ولا 50 مصري. فأنا مصري وأفخر إن أكون مصري، من عهد خوفه وخفرة حتى في عصري. أنا يوم ما انهزمنا أنا كنت في هم حزين، ويوم ما انتصرنا فرحت أنا بنصري. إيه رأيكم؟ أنا مصري من تراب مصر. فالقصيدة بعنوان مصر لا ولن تنكسر، ودي كان ليها مناسبة، كانت في شوية فتن من المأجورين والحاقدين على بلدنا المحترمة مصر. اولا يا جماعه، بس ان كنا بنتكلم عن اسعار، او كنا بنقول للحرامي انت حرامي، او كنا بنقول للنصاب انت نصاب وابعد عن النصب، والحرامي بلاش تسرق، انا خايف على بلدي، انا بغير على بلدي. ايه قله الفهم ده؟ لا اسكت، ما تتكلمش، ما تقولش الحرام انت حرام، ما تقولش للنصاب انت نصاب، ما تقولش للفاسد بطل الفساد. ليه ان ما خفتوش على البلد هتخافوا على مين؟ هنخاف على مين؟ ما تتكلمش، مش عارف يعملوا فيك ايه ويسووا فيك ايه. هو انا عشان بقول للحرامي حرامي يعملوا فيا؟ طب خلاص خلي الحرامي حرامي والفاسد فاسد والنصاب نصاب. ايه ده؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده، وان لم يستطع فبلسانه، وان لم يستطع فبقلبه، ذلك اضعف الايمان. ولولا دفع الناس بعضهم لبعض لهدم الصوامع ومساجد وبيع يذكر فيها اسمه. ده لولا الناس بتقول للناس ودفع، ده حتى الجوامع تتهد. في هي انا مصري وانا خايف على البلد دي. ان كنت بتكلم على طب كله بتكلم على اسعار. لما بيترفع سعر احنا نقول 20 مليون، احنا 120 مليون، نقول 20 مليون ما هيتكلموش على الاسعار، مش هيتاثروا بالاسعار، و100 مليون هيتكلموا على الاسعار. ايه المشكله؟ في اي مكان بتحصل هذا الكلام، ان في ناس في اي بلد، في ارقى المدن، في ارقى البلدان، ياما الحكومه ترفع سعر كل الناس بتتكلم على الاسعار، في الجوامع، في المساجد، في الكنائس، في وسائل المواصلات، كله لانه بيتضرر فبيتكلم. وبعدين النهارده في سؤال عايزين نساله للحكومه. اولا التاجر بيعرف كيف ان الحكومه بترفع الاسعار؟ قبلها باسبوع بيعرف، يقول لك يوم السبت مش عارف يوم كذا البنزين هيزيد. طب يعرف ازاي؟ طب تقول هيستفيد ايه؟ بيستفيد يا سيدي. اولا بيحتكر السلعه، بيحتكر يا جماعه السلعه. التاجر بيحتكر، التاجر بيلعب بينا. انت بترفع، الحكومه بترفع السلعه بجنيه، التاجر بيرفعها 5 جنيه يا اخوانا. ده التاجر بيرفع الاسعار مرتين في اليوم يا جماعه. فيه ايه؟ احنا عايزين نفهم، نخلي المسؤول عايش في الواقع. هو العيب العيب ان انت ما تتكلمش، ده المصيبه انك انت ما تتكلمش. بس المصيبه انك تتكلم، ده المصيبه انك ما تتكلمش. فيه ايه؟ احنا بنقول الحرامي يا حرامي بطل تبقى حرامي، يا فاسد بطل تبقى فاسد، يا نصاب بطل تبقى نصاب. في ايه؟ بنقول ايه؟ قلبنا احنا الحمد لله يا جماعة، مصر في امن وامان الحمد لله من 73، واحنا في امن وامان، وربنا نعم علينا بالكلام ده نعمة كبيرة. حتى مهما تكن الظروف الانسان يحمد ربنا اللي فيه. بينام ويشخر، الانسان المصري بينام ويشخر، والمنطقه حوالينا مولعه نار. احنا في امن وامان يا جماعه. بنتاثر بالحروب ماشي، بس مش بالجرده دي. احنا بنتكلم عن من خوفنا على البلد، مش بنتكلم يعني ضد البلد. لا، ده انا مسجد ال40 مصري، وانا دي القصيده دي رقم 100، كاتب 100 قصيده في حب مصر. لكن الكلام ده موضوع وده موضوع، ما تتكلمش. ما اللي يسرق يسرق. طب احنا لو كل واحد قال اللي يسرق يسرق، طب ما البلد كلها هتقع، فقيرها والغني فيها والفقير هيقع. واللي هيتضرر اكتر الراجل الفقير اللي زي حالاتي. يا ما اقول ده يسرق ده لا، ده ما يسرقش. امال فين عداله وحريه ومش عارف فين الكلام ده كله ده؟ احنا بلد امن وامان، احنا بلد حضاره، احنا علمنا العالم، احنا علمنا الدنيا، علمنا الناس الاستقامه، علمنا احنا الدين هنا في مصر، الدين في مصر هنا. طبعا عندنا الراي اللي سرق 40 مليار يخرب بيت امك. 40 ده كم صفر فيها دي؟ 4 وكم صفر مش عارف.
انا استعنت بواحد مدرس رياضيات، قلت له اكتب لي ال 40 مليار اكتبهم لي كده، انا ما عرفش اكتبه، انا مدرس لغه عربيه. فلقيتها شبر كده كده، شبر كده، كاتبها في شبر 40 مليار. قلت له طب يا عم وزعهم لي كده، فكهم لي ملايين. لقيت انا نصيبي انا كمصر مليون. قلت انا الراجل ده هرفع عليه قضيه، اخد حقي انا فيه، لانه سارق مني. قال لي سارق منك كيف انت يا عم تسرقها من الحكومه؟ قلت له طب انا مصري، ما هو ما سرقها من مصر كلها، يا سرقها من كل واحد في مصر. فانا نصيبي طلع نصيبي مليون فيها في القصه دي. انا هرفع عليه قضيه الراجل الخشني ده ولا الخشت ولا يخرب بيت ام الخشت يا شيخ. واللي يزعل يزعل. الله يخرب ده يوم ابوك اسود، ده يوم ابوك ما مش اسود، لا مش اسود، ده ما بيلوش معالم ولا بني ولا بنفسج، ده بكل الوان الطيف. 40 مليار يا ابن المفتري. طب اسرق لك 5 6 7 مليون، ده انت يعيشوك في يخرب. طيب في سؤال تاني كل الناس بتساله، البنوك ازاي باي ضمان؟ باي ضمان اروح انا اخد؟ يعني انا راجل ما مملوكش غير الجلابيه دي اللي لابسها، واروح اقول للبنك اديني 5 6 مليون ديني؟ لا يمكن، الا يكون في لعبه ما حدش عارف لها تطيز من رجلين. فاحنا مش عايزين نشجع الناس على الفساد. اسكت، لا ما اللي يسرق يسرق. طب واللي بيسرق ما بيسرقني انا بيسرقني انا. انا قلت وزعناها كده فكناها ملايين، لقيته سارق مننا مليون واكتر من مليون. يبقى سارق من كل مواطن مصري مليون 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 وانت ماشي. هات ال 40 مليار ووزعها يا عم على الناس، وزعها على المعاشات، وزعها على المرتبات منه. شوف الناس هتعيش في هنا وسرور بسبب واحد، فرد واحد، خشن واحد، مش عارف في كم خشن تاني ولا خشت ولا سكين ولا مطوه. احنا اخواننا مش بنتكلم، احنا مش في ضد ما احنا، ده انا مصري، ده انا بغير على اللي اي كلمه واحد يقولها سواء بره او جوه، ممكن اموت بسبب كلمه يقولها على مصر. انا مصري يا جماعه، انا مش انجليزي ولا بريطاني ولا بتاع، وافخر لو اكون مصري لوددت ان اكون مصري. عايزينكم تفهموا يا جماعه اللي بتسمعوا، انا عارف الناس كلها بتسمعني، ان احنا كل الحكايه ان بنقول يا فاسد بطل تفسد، يا حرامي بطل تسرق، يا نصاب بطل تنصب. النهارده لما الاسعار بتترفع، حتى الرمل والتراب بتترفع سعرها يا جماعه. ده بتاع التموين يرفع السعر، وبتاع الغاز يرفع السعر، وبتاع الرمل يرفع، وبتاع التراب يرفع. طب ليه؟ احنا عايزين ضبط للاسواق، اضبطوا الاسواق. شوفوا التجار بتلعب النهارده، هو حاجه من الاثنين، بيحتكر السلعه القديمه ام قرش ويبيعها بالسعر الجديد. في ازمه البوتجاز التجار التجزئه كلهم احتكروا البوتجاز داخل بيوتهم، وراحوا واخدينه ب100 وكام ولا ب230 ولا بتاع، ووصل وباعوها في ازمه العيد، باعوها ب400 جنيه و500. وصلت انبوبه البوتجاز ل500 جنيه في عيد في اليومين بتوع العيد. ده كلام يا جماعه؟ طب فين التجار؟ طب فين التموين؟ طب فين الحكومه؟ طب فين الرقابه على الاسواق؟ ما فيش. وما تتكلمش، وبعد ما تتكلمش يعني لا اله الا الله. مصر لا ولن تنكسر ان شاء الله، مصر لن تنهزم ولن تنكسر. مصر مذكوره 5 مرات في القران، وكل سنه واخواتنا وحبايبنا الاقباط بخير، وكل عام وهم بخير. وليهم قصيده ان شاء الله عندي في عيد القيامه بعنوان المسيح قام. بقول مصر لا ولن تنكسر، بقول مهما فعلت بمصرنا لن ينكسر يوما صليب أو هلال، بحق الأخوة بيننا والدم الذي بالأرض سال، لنا ديننا ولهم كذلك دينهم، وحسبنا يوم القيامة لا محال. إن المسيح نبيهم ونبينا خضعت لعظمته الجبال، إن أحسنوا إن المسيح نبيهم ونبينا خضعت لعظمته الجبال، إن أحسنوا إلى مبغضين فإننا نحسن لمن قيل وقال، ونصلي يوما في الكنيسة عندهم فلا نقاش ولا جدال. حفظوا لنا أم الكتاب محبة وحفظنا من إنجيلهم قول يقال، حفظوا لنا أم الكتاب محبة وحفظنا من إنجيلهم قول يقال. كنا نحب لهم شنود له مقام عندنا فإنه نعم الرجال، إن المسيح مسلما في دينه لو تعلموا صنف البغال.
ومن أذاه نبينا عدوه وحجيجه يوم الزوال. ألا تعلموا بجهلكم إن الحرام بين وكذا الحرام؟ أم تكرهون بلادكم كره يفوق الاحتمال؟ أم تكرهون بلادكم كره يفوق الاحتمال؟ تتوهموا كسر عزيمة شعبنا وهم وضرب من الخيال. تتوهم كسر عزيمة شعبنا وهم وضرب من الخيال. أحلامكم أضغاث أحلام ترونها وإنه حلم محال. أحلامكم أضغاث أحلام ترونها وإنه حلم محال. مصر كنانة ربنا في أرضنا لن تهزموها بجهلكم أهل الضلال. مصر كنانة ربنا في أرضه لن تهزموها بجهلكم أهل الضلال. اتقوا يوم الحساب فإنه لا بيع فيه ولا خلال. اتقوا يوم الحساب فإنه لا بيع فيه ولا خلال. وليس من المعقول مصر بشعبها تهزمها فلول من العيال. وليس من المعقول مصر بشعبها تهزمها فلول من العيال. ستهزمون عاجلا أم آجلا وقت طلوع الشمس أو عند الزوال. ستظل مصر شامخة مهما تهدمت المساجد والكنائس والجبال. ستظل مصر شامخة مهما تهدمت المساجد والكنائس والجبال. وستظل مصر إن شاء الله محفوظة من قبل المولى عز وجل الذي ذكرها 5 في كتابه العزيز. ستعيش لمصر وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. من شاعر محب لبلده وغيور على بلده. ولكم كل محبتي واحترامي وتقديري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.